في هذا الزمن المادي الشرس كثير من الشباب يعتقدون أن المال يجلب السعادة الكاملة. فمثلا شابة يافعة صارخة الجمال دائما وأبدا تشعر بالإطراء من أهلها ومن الناس اللي حواليها، يتسلل إلى قلبها أنها غالية جدا وأنها لازم ترتبط بشخص غني. ما عندها وقت ترتبط بشخص على قد حاله وتبتدي من الصفر، زمن سريع يلا تلحق على الماركات. فيطرق أحد الخطاب بابهم واحد شاب رشيق أنيق دقيق مهذب، لكن يمتطي سيارة فورد تورس بيضاء يعني على قد حاله، يعني طرقه وطرق الراتب. فتقول له تعرف شنو معنى باب بالانجليزي؟ فيرد عليه يقول له ايه دور. فتقول له قضبه. ايه ما عندها مشكله تاخذ واحد اكبر منها، لان شخص مثل هذا شاب دقيق وانيق وغني ما تلقاه الا بكتاب ألف ليله وليله، فتلجا الى رجل اكبر منها سنا، ما عندها مشكله لو 20 سنه منتصف الاربعينات، لكن يمتطي بنتلي ذو لوحة مميزة زين وعنده أملاك غني، فتوافق عليه وترتبط فيه. لكن يوم نزل من البنتلي ولا الجسم تقول فلفل بارد، بس عادي ما عنده مشكلة. لكن بعد فترة وجيزة تكتشف ان هذا الرجل بعد سنة سنتين ثلاثة راعي سفريات. هو قطعهم بداية الزواج لكن رد على طير يلي راعي سفريات ويتعذر كله انه بزنس مان وتصيد عنده علاقات، فتكتئب اكتئاب شديد وتاخذ شنطة الديور لانه كان يقدق عليها، شنطة ديور، ساعة رولكس، طقم الماس، شنطة لوي فيتو، ما ادري شنو. تاخذ شنطة ديور وتروح مع صديقاتها الى الكافيه تغير جو، فتجد هناك كابل منسجمان متحابان عمرها بكبرها زين، قلوب الحب تتطاير منهما، قهقهات تملأ المكان، فتندم ندم كبير وتعرف غلطتها. اكليها سولفي مع شنطة الديور تنفعج.